ازاي اتعامل مع هذه الصدمه؟ ازاي اخليه الطفل يتكلم من غير ما يخاف؟ اتعامل معها ازاي؟ يتكلم وانا ما عنديش معلومات عن الحدث، ولا يتكلم بعد ما انا خلاص عندي معلومات عن الحدث؟ لا خلاص اللي حصل عرفنا كلنا الحدث وبنتكلم فيه. طيب شكيت، عايزه اعرف ايه اللي حصل. مهم جدا يكون في امان وحوار بيني وبين الطفل، لان ساعات كتير في العادي حتى الطفل لو قال لمامته ان القلم اتكسر بتقوم تبهدل الدنيا وتزعق وتصور. فبناء على السلوكيات اللي طول الوقت بتحصل دي، لما هيحصل حاجه كبيره الطفل مش هيتكلم، بالرغم من ان الام مأكده لو حد جه ضايقك لازم تيجي تقول لي، ولكنه هو مجربها كذا مره في مواقف كتير وما استريحش، وكان عارف ان ماما بتقول كلام وما بتنفذوش، فبالتالي هو مش هيستجيب. فمهم جدا ان يبقى عندي مساحه امنه طول الوقت للكلام وللشكاوى بتاعه الاطفال عموما، حتى خلافاتهم مع اولادهم مع اخواتهم مع اصحابهم، محتاجين ندي مساحه امنه يتكلموا فيها ونقدر مشاعرهم. كل مره يتكلم في مشاكل عاديه وتافهه اقدر مشاعره، عشان لما تحصل المشكله الكبيره يقدر يتكلم، ما يبقاش خايف، لان كل مره ماما بتسفه مني فخلاص هتسفه برده مني المره دي. فده جزء مهم كمان ان احنا لما يتكلم نصدقه ونبتدي ناخد التفاصيل بالراحه، بلاش نتخض ونثور وايه ده ازاي، لا مش ممكن ما تقولش كده، خصوصا كمان لو كان ده من حد قريبه، يبقى يعني هي ما تصدقش ان اخوها يعمل كده مع ابنها مثلا، فبالتالي بتحاول تنكر بكل الطرق. وفي امهات كتير بتبقى ما تقولش لبابا خلاص الموضوع ده انتهى، بابا هيمنعنا نروح عند تيتا وجد وعمرنا ما نروح عندهم تاني، فما تجيبش سيره الموضوع ده خالص، وتقفل هي على الموضوع وتغطيه بصبغه مزعجه جدا هتاثر بعد كده على الطفل. فده مهم ان احنا ندي مساحه امنه ونبقى كلنا اسره واحده. برضو كون ان الاب بيخوفهم جامد قوي وعامل رعب جوه البيت، دي مشكله، لانه مش هيبقى في تواصل جيد بينه وبين الام وبين الطفل. دي حاجه مهمه جدا. طب حضرتك ذكرتي القريب، للأسف معظم حالات التحرش بتكون من شخص موجود يعني حد قريب. هنا لما التحرش يحصل من حد قريب من العيلة، التعامل هنا بيكون مع الطفل مختلف عن لو حد بعيد، خصوصا انه يعني الطفل مش هيبقى حاسس بالأمان طول ما الشخص ده موجود حواليه. فازاي اتعامل هنا مع الطفل لو حد من القريب هو اللي كان سبب هذا السلوك؟ محتاجين نواجه القريب ده ونعمل له وقفه، ولو هو ابن عمي يبقى نجيب العم ونتكلم معاه. هو يتحبس يا فندم يعني ده قانونا، ولكن انا بتكلم على الجزء النفسي، ان احنا محتاجين ناخد اكشن، ما نسكتش. يعني الام اللي سكتت وقالت له لا ما تتكلمش مش هنروح عند جده تاني وخلاص يبقى خلي انت بالك ومش عارفه ايه، ده ما ينفعش. محتاجين تتكلم وتواجه، وان هي تحسس الطفل بالامان، ان احنا في ظهرك واحنا واقفين وراك وهندعمك، وان احنا هناخد حقك من المعتدي ده جزء مهم جدا عشان يحس انه اتراضى وان هو فعلا خد حقه. طيب